يا صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية. النهاردة إن شاء الله هنعمل هريسة الشطة الحامية، حاجة كده جميلة قوي قوي قوي. هتقعد معاكي من سنة للسنة، عمرها ما تخسر خالص ولا يحصل فيها أي حاجة، أكنك لسه جايباها. هنجيب الفلفل بتاعنا الأحمر الحامي، طبعا ده الموسم بتاعه. الفلفل الحامي دوت مالي الأسواق، والفلفل البارد برضو مالي الأسواق. اللون الأحمر عايز تعمليها حامية ماشي، عايزة تعمليها باردة ماشي. أنا بحب أعملها ميكس بارد على حامي. ده الفلفل بتاعنا بتنقيه بالواحدة، مش بتجيبي كده بالكتير وتحطي في الكيسة، لأ، لازم تنقي واحدة بواحدة عشان تنقيها جامدة وتكون جلدها كده ايه بيلمع وحلوة، وتكون صبحة وجميلة، لان طبعا الفلفل ده مش بيستحمل وبيخسر بسرعة. وده الفلفل الرومي الاحمر الجميل، شوفي ما شاء الله بيبقى طعمه مسكر جدا، يعني انت لو كلتي منه كده ما تشبعيش منه اكل، لانه طبعا بارد ومسكر. نشوف بقى هنعمل الفلفل بتاعنا ازاي. هتجيبي الفلفل وتشيلي بس العنقوده بتاعته كده، بتتشال بايديكي بس، او تشيلي بس العنقوده بس، ما تعمليش فيه اي حاجه، بتسيبي البذر بتاعه زي ما هو، لان الفلفل الحامي لو شلت البذر بتاعه بيبقى بارد ما يبقاش حامي، لكن الحرقان بتاعه كله في قلب البذور بتاعته من جوه. انتي تجيبي طبعا الفلفلايه بتبقى جامده كده وتلاقيها بتلمع، وجلدها لازم يكون تخين عشان يبقى فيها لحم كتير، وتشيل القمع بتاعها كده واحده واحده. لو هو جامد ممكن تشيليه بالسكينه، بس هو سهل خالص معاكي لانه طبعا صابح وحلو. لكن لو بيت عندك مثلا سبتيه يومين في التلاجة، بتشيليه بالسكينه علشان خاطر ما يطلع، يعني ايه بيبقى لازق فيها. انا بوريكي هو كده ازاي وكده ازاي، هو سهل جدا سهل خالص. انت لازم تلبسي جوانتي كده وانت بتعمليه علشان بيبقى حامي قوي بيحرق الايد طبعا، فلازم انت تلبسي جوانتي. واللي اول مره تشوف قناتي اسمها مطبخي نص حياتي، تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو. هنعمل هريسه النهارده بطريقه حلوه قوي، هتقعد معاكي من سنه للسنه اكنك لسه عاملاها دلوقتي. نبتدي بقى نوريكي هتعملي الفلفل البارد ازاي. هتشيلي برضو العنقوده بتاعته كده، تضغطيها لجوه وبعدين تشديها لبره، وتشيلي البذور بتاعته وتشيليها خالص من الفلفل، لان البذور بتاعته بارده وملهاش يعني ملهاش طعم، فانشيلها احسن عشان مبقاش البذور كتيره على الفاضي. احنا كده شوفي تضغطي من جوه كده وتطلعي، تضغطي وتطلعي. هي ديت الطريقه السهله خالص للفلفل الرومي البارد. ولو عايزه ان انت تعمليه هريسه فلفل بارد خالص، ممكن تعملي ما تحطيش عليها فلفل حامي. لكن لو عايزه تعمليها حامي على بارد ماشي، عايز تعمليها حامي خالص ماشي، اللي انت عايزاه. كل واحده بتعمل بالطريقه اللي تريحها واللي بيتها بياكل بيها. شوفي الفلفل ما شاء الله ازاي جميل وبيلمع كده. احنا خلصنا الفلفل الحامي كله والفلفل البارد عشان ما يطولش علينا الفيديو. نبتدي بقى نقطعهم مع بعض ونشوف هنعمله ازاي. انت ممكن تعمليها تقطعيها كده وبعدين تعمليها في الكبه، او ممكن لو ما عندكيش كبه ممكن تعمليها في الخلاط، او ممكن لو ما عندكيش خلاط او كبه ممكن تعمليها في المفرمه. ممكن تعمليها باي طريقه تبقى سهله بالنسبه لك. هو ما بياخدش اي وقت خالص وسهل جدا في عمايله. ما شاء الله جميله 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 الطريقه دي. انت دلوقتي انا عاملاها لك في الخلاط، لان في ناس ما عندهاش كبه، فطبعا ممكن تحتاروا تعملها ازاي. احنا كده بنقطعها بالمقص خالص، اما تعمليها بالمقص احسن كتير قوي من انت تعمليها بالسكينه، تبقى اسهل كتير جدا وانت بتقطعي بالمقص وسريعه. مش هقطع كله بقى قدام الكاميرا عشان مبقاش طويل عليكي، وبعدين نوريكي هيتعمل ازاي في الخلاط. سهل قوي قوي قوي. هتجيبي شبشق الخلاط بتاعك وتحطي فيه شويه شطه من اللي انت مقطعاها، وهتضربيها في الخلاط زي ما تكوني بتضربي طماطم بالظبط، ما فيهاش اي حاجه ولا اي افتكاسه. انت هتحطي في الخلاط تضربيها، شوفي سهله خالص اهي. يعني ممكن تحطي لها بس ايه ربع كوبايه ميه معاكي كده، بعدين تضربيها في الخلاط عشان ما تبقاش تقف في الخلاط كده. ضربناها في الخلاط اهي، تشوفي تعمليها بالخشونه اللي تعجبك. عايزاها ناعمه قوي اعمليها، عايزاها وسط ماشي، عايزاها خشنه ماشي، زي ما انت عايزه. تقدري تتحكمي في الخلاط زي ما انت عايزه. كده احنا خلاص فرمناها في الخلاط اهي، وبعد كده نحطها على البوتاجاز تاخد غلوه. لازم تاخد غلوه على البوتاجاز علشان تبقى ناعمه ومستويه، وفي نفس الوقت ما تخسرش معاكي خالص. مهما تسيبيها في التلاجة على الرف ما تخسرش. وكده يبقى مش لازم تحطيها في الفريزر، ممكن تسيبيها على الرف في التلاجة عادي خالص طول السنه. نبتدي بقى نعمل معانا الحشوه بتاعه البتنجان، نشوف هنعملها ازاي. وخلطه البتنجان لا غنى عنها في اي بيت، لازم تكون موجوده في كل تلاجة. هنجيب معلقه مليانه جنزبيل وكزبره ناشفه وكمون، هي دي التوابل بتاعتنا بس، مفيش توابل تانية. وطبعا الملح. وهنجيب نص فنجان ليمون، او انت عايزه تكتري ليمون اكتر كتري، كل ما الليمون يكون اكتر كل ما تبقى اطعم.
وتجيبي فنجان مليان او فنجان الا ربع كده على قد الكميه بتاعتك خل، وتنزلي بالليمون والخل على الخلطه بتاعتنا وتقلبيها كويس. وبعدين تجيبي معلقه مليانه توم، يعني حوالي راس او اتنين كده مليانه توم، لان الخلطه دي ما تبقاش حلوه غير بالثوم. ولازم الجنزبيل ده، على فكره الجنزبيل ده مهم جدا للخلطه، بيديكي طعم سحري جميل قوي 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 قوي. وبعد كده تعبيه ببرطمانات في التلاجة او تعبيه في اكياس زي ما انت شايفه، تعبيه وتحطيه في التلاجة. اللي في ايدي دوت اللي هو فيه الخلطه بتاعه البتنجان اللي عليه الجنزبيل والثوم والتوابل والملح، بس لازم تكتري الملح زياده شويه في الخلطه بتاعه البتنجان، لكن التانيين الاتنين دول ساده. عشان كده دوت اللي فيه الخلطة دوت افتح شوية من البرطمانات التانية، لان البرطمانات التانية تعتبر خام، فلفل حامي خام معلهوش اي اضافات خالص، عشان كده لونه احمر داكن. فالدوت اللي عليه فراولة ده هو اللي بتاع البتنجان، وتحطيه على الطماطم وعلى السلطة وعلى السمك وعلى كل حاجة. لكن التانيين دول خام خالص، تحطي منهم زي ما انت عايزة على كل الاكلات وكل انواع الطبيخ اللي انت بتطبخي بيها. بدل ما تحطي شطة بودر، لا حطي فلفل من دوت حامي، بيديكي طعم حلو وفوائده احسن، وبيبقى صحي اكتر من البودر. وبتبقي عامله حاجتك في بيتك وضمنها بايديك ان هي كويسه ونضيفه وفيها كل الفيتامينات العاليه اللي انت عايزاها.